السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. جايلكم النهاردة بحلقة جديدة ومميزة جدا. اهلا بكم في حلقة جديدة من رحلاتنا الرمضانية حول العالم. النهاردة رحلتنا في المغرب، بلد السحر والجمال والتقاليد الرمضانية اللي هتخليك تحس بروح الشهر الكريم بكل تفاصيل. رمضان في المغرب حاجة تانية خالص. من أول ما بيبدأ الشهر الكريم الشوارع بتتزين بالفوانيس والأنوار، والمساجد بتتملي بالمصلين، والكل بيسلم على بعضه بجملة واحدة: عواشر مبروكة، اللي معناها أيام مباركة. أول يوم رمضان ليه طقوس خاصة، العيلة كلها بتتجمع وبيبقى فيه تحضيرات ضخمة للسحور والإفطار. وأهم حاجة إن مدفع رمضان بيتضرب من فوق جبل الشرفاء، وده من العادات القديمة جدا. المغرب معروفة بأكلاتها اللذيذة اللي بتكون أساسية على السفرة الرمضانية، وأهمها الحريرة، الشوربة الرسمية لرمضان هناك، معمولة من الطماطم والعدس والتوابل المغربية الفريدة. تاني أكلة معانا وهي البريوات، سمبوسة مغربية بحشوات مختلفة، غالبا بتكون بالدجاج أو اللوز والعسل. ثالثا الشباكية، حلويات رمضانية مغربية متغطية بالعسل والسمسم، وريحة القرفة فيها خرافية. رابعا بقى التمر واللبن، وده أساسي في المغرب وقت الفطار زي ما هو أساسي في معظم الدول العربية. المساجد هناك بتتملي بالمصلين، خصوصا مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء اللي يعتبر واحد من أكبر المساجد في العالم، ومشهد الصلاة فيه حاجة مبهرة. من أجمل العادات المغربية إن الأطفال بعد أول صيام كامل ليهم بيتكرموا ويلبسوا اللبس التقليدي، وبيتعمل ليهم احتفالية خاصة عشان يحسوا بفرحة العبادة. وده كان رمضان في المغرب، بلد الأصالة والجمال والتقاليد المميزة. قوليلي في الكومنتات ايه أكتر حاجة عجبتكم في رمضان عندهم، وانتظروني في الحلقة الجاية عشان نكمل رحلتنا الرمضانية حول العالم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان ما يفوتكمش أي حلقة. وبس كده، كان معاكم ملك إسلام من قناة الحكاية بتقول ايه.